بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم وبنشوف كاهن وهو بيحارب مصاصين الدماء وبيجي الليل وبنشوف الكاهن بيراقب مكانهم، لكن بيكونوا مجهزين له فخ وفعلا بيقع الكاهن في الفخ ومش بيقدر يهرب منه وبيموت. بنشوف بعد كده الأحداث بترجع فلاش باك وبتحكي إن البشر ومصاصي الدماء كانوا عايشين مع بعض على الأرض، لكن ما كانش في بينهم أي تفاهم، ودايما كانت الصراعات والحروب بينهم مستمرة. وبيبدأ مصاصي الدماء إنهم يقتلوا في البشر، علشان كده بيحس البشر إنهم في خطر من أذى مصاصين الدماء المستمر، وبيحاول البشر إنهم يأمنوا حياتهم ويحموا نفسهم من مصاص الدماء، وبيبدأوا يتجمعوا في كنيسة ويبنوا حواليها أسوار عالية علشان يحموا أنفسهم من شر مصاص الدماء. وبنشوف إن في كاهن مشهور جدا لأنه كان قوي في محاربة مصاص الدماء، وفعلا بيقدر يحاربهم ويتخلص من كل مصاص الدماء الموجودين على الأرض، وبيعود الهدوء والسلام مرة تانية. وبيفقد معظم الكهنة شغلهم وبيبدأوا يشتغلوا أي شغلانة تانية علشان يقدروا يعيشوا. بننتقل بالأحداث وبنشوف أسرة مكافحة وعليها طابع الحزن، بتتكون من زوج وزوجته وبنتهم اللي اسمها لوسي. وبنشوف الراجل وزوجته هم بيتعشوا وبتدخل بنتهم لوسي، وبنشوف والدها زعلان لأنها اتأخرت بره وبتقول إنها راجعة من المدينة. بيغضب أكتر لأنه حذرها أكتر من مرة إنها تروح المدينة لأن ده خطر عليها، وبتهديهم والدتها وبيكملوا العشاء بتاعهم، لكن بيتفاجئوا إن الأرض بتهتز من تحتهم كأن في زلزال، وبيخافوا جدا لأنه بيحسوا إن في هجوم من مصاصي الدماء. وبينزلوا بنتهم لغرفة سرية وبيقفلوا عليها، وفعلا بيجي مصاص الدماء وبيقتلوا أهلها، وبيقدروا يوصلوا لمكان لوسي وبياخدوها معاهم. بننتهي بالأحداث وبنشوف كاهن بيتكلم وهو حزين جدا إن أم لوسي اتقتلت من هجوم مصاص الدماء وإنه ما قدرش ينقذها. وبيقابل الكاهن ده صديق لوسي اللي كانت بتيجي المدينة علشان تقابله، وبيقول الكاهن إن لوسي تبقى بنت أخوه وإن أبو لوسي لسه عايش لكن مصاب من هجوم مصاص الدماء. وبيقول صديق لوسي إنه عاوز ينقذها من مصاص الدماء وإنه محتاج مساعدة الكاهن. وبنشوف الكاهن بيسمع كلام صديق لوسي وهو ساكت. بنشوف بعد كده الكاهن بيروح للكنيسة وبيقابل الكاهن الأعظم اللي بيأكد للكاهن إن الهجوم كان قاسي جدا، وإن كل مصاصي الدماء مسجونين ومستحيل يكونوا هم السبب ورا الهجوم ده. وبيستغرب الكاهن من كلام الكاهن الأعظم، وبيسأل إنه إذا كان مش مصاصي الدماء اللي عمل الهجوم ده، أمال مين اللي خطف لوسي؟ وبننتقل للأحداث وبنشوف المكان اللي فيه لوسي، وبنكتشف إن اللي خطفها فعلا بشر عادي مش مصاص دماء، وبيهددها إنها لو حاولت تهرب هيقتلها. وبنشوف الكاهن قاعد مع صديق له وبيقول له إنه لازم ينقذ بنت أخوه لوسي قبل ما اللي خطفها يتحرك بيها بيه. وبيقول صديقه إن الكاهن الأعظم منعه من إنه يهاجمهم، ولو خرج بدون موافقته طريقه هيكون مليان بالعقبات ومش هيقدر ينقذ لوسي. وبنتفاجئ باتنين بيدخلوا عليهم وبيحاولوا يقتلوهم، لكن بيقدر الكاهن إنه يتخلص منهم، وبيتوعد إنه هينقذ لوسي أيا كانت العقبات. وبنشوفه بياخد سلاحه وكمان دراجته النارية ومعاه صديق لوسي، وبيروح لأبو لوسي اللي كان مصاب إصابات خطيرة جدا من الهجوم اللي حصل عليهم. وبيقول الكاهن إنه مش هيبقى عليه إلا لما ينقذ لوسي، وبيقول لصديقها إنه أفضل يروح لوحده، لكن صديق لوسي بيبهره بمهارته في استخدام الخنجر، وعلشان كده بيوافق الكاهن إنه ياخده معاك. وبيعرف الكاهن الأعظم إن الكاهن خرج علشان يرجع لوسي، وبيتوعد إنه هيعمل مجموعة علشان يقبضوا على الكاهن بعد ما يخلص بحث عن حق. وبنشوف بعد كده الكاهن وصديق لوسي بيتتبعوا آثار أقدام في الطريق، وبيقول الكاهن إنها آثار لبشر عاديين مش لمصاصي دماء. وبيشوف راجل غريب بيقطع فراخ وبيجهز الأكل لمصاصين الدماء، وبيسأله إذا كان صاحب آثار الأقدام دي عدى عليه، لكن بيتكلم معاهم مصاص الدماء بكل حدة وبيأمرهم إنهم يمشوا من المكان ده. لكن بنشوف الكاهن بيدخل الكهف وبيلاقوا مصاص دماء خايف جدا منهم، وبيسألوا هم داخلين هنا ليه، وبيسمع صريخ كل مصاص الدماء اللي موجودين في المكان، وبنعرف إنهم مسجونين في المكان ده لأنه مكان سري. وبيبدأ مصاص الدماء يهاجموا الكاهن وصديق لويسي، لكنهم بيقدروا يتغلبوا عليهم ويقتلوهم واحد ورا التاني. وبيفضل آخر مصاص دماء وبيسألوا الكاهن عن مكان لوسي وإنه مش هيأذيه لو قال له على مكانها، لكن بيرد عليه مصاص الدماء اللي ما يعرفش هي فين. وبيظهر الليل فجأة وده معناه إن في هجوم من مصاص الدماء هيحصل، وفعلا بيبدأ مصاص الدماء إنهم يهاجموهم، لكن بيقدر الكاهن وصديق لوسي إنهم يصطادوهم بالشفرات اللي معاهم. وبيهرب مصاص الدماء خوفا بين الكاهن وصديق لوسي، وبيتكلم الكاهن مع مصاص الدماء اللي كان بيسأله قبل الهجوم وبيسأله عن مكان لوسي، وبيقول له مصاص الدماء إنها في الغرب. وهنا بيظهر مصاص دماء بيقتل مصاص الدماء اللي بيسأله الكاهن علشان ما يقولوش على مكانها. وبنشوف الكاهن وصديق لوسي بيتكلموا هما ازاي هيقدروا يرجعوها، وبيحددوا المكان اللي ممكن لوسي تكون موجودة فيه على الخريطة. بنشوفهم بعد كده بيدخلوا كهف وبيقابلوا راجل من عبدة الشيطان وبيسألوه عن لوسي،
وبيروح الراجل الشيطان. الراجل كان كاهن قبل كده ودلوقتي بقى مصاص دماء شهير واسمه بلاك هات، وبيقول له إن الكاهن وصديق لوسي بيدوروا عليه علشان هو خطف لوسي، وبيغضب بلاك هات جدا إنه ما قدرش يتخلص منهم وبيوعده. وبنشوف الراجل الشيطاني هو كمان بيتحول لمصاص دماء. وبنشوف بعد كده الكاهن وصديق لوسي بيتحركوا في كهف وبيسمعوا صوت من وراهم، وبيلاقوا واحدة بتقول لهم إن الكاهن الأعظم كون مجموعة علشان تقبض على الكاهن وصاحب لوسي، وإنها كانت فرد من المجموعة دي وبتطمنهم إنها هتساعدهم إنهم يكملوا بحث عن لوسي، وإن هي بتحذره علشان ياخد باله من المجموعة اللي كونها السيد علشان يقبض عليهم. وبيقدموا مصاص دماء ضخم جدا لكنهم بيقدروا يتخلصوا منه. وبتبدأ البنت الجديدة اللي بنعرف إنها كانت كاهنة تحكي قصتها، وبتقول إنها كانت من الكهنة اللي فقدت وظيفتها بعد الحرب مع مصاصين الدماء، وإنها بدأت تشوف أي شغل علشان تقدر تعيش، لدرجة إنها كانت بتكنس الشوارع. وبيوافقها الكاهن في الكلام وبيقول لها إن كل الكهنة تعرضوا للموقف ده، وإن الكاهن الأعظم بيزود الأمور سوء لأنه كمان عاوز يقبض عليه علشان بيدور على بنت أخوه. وبيخرجوا بره الكهف علشان يتفاجئوا بعدد كبير جدا من مصاصي الدماء فوقهم. وبنعرف إن المصاصين دول كانوا قبلها بيهاجموا المدينة وبيقتلوا 3 كهنة كانوا حاولوا يوقفوهم، وكمان بيظلموا بصيتهم. ويوصلوا هم ال3 للمدينة وبيصلوا للكهنة اللي اتقتلت، وبيعرفوا إن المصاصين هيبدأوا يهجموا عليهم، وبيبدأوا يدوروا علشان يقدروا يعرفوا إزاي كل مصاصين الدماء وصلوا للمدينة. وبيكتشفوا إنهم قدروا يوصلوا للمدينة عن طريق القطر، وبيبدأوا يتكلموا إنهم لازم يجهزوا الأسلحة اللي هتساعدهم يتخلصوا من مصاص الدماء مهما كان الثمن. وبننتقل بالأحداث وبنشوف لوسي ومعاها بلاك هات، وبيقول لها إنها أكيد معتقدة إن مصاصين الدماء ناس شريرة وإن البشر بس هم اللي أشخاص زي دي، وبيقول لها إن ده غلط. وبيقول لها إن مصاصين الدماء كمان ناس أقوى وأفضل، وإنهم ما يستحقوش إن الكهنة يقتلوهم، وإن البشر دلوقتي متضايقين علشان مصاص الدماء بياخدوا بطارهم منهم. وبيقول إن ده الوقت المناسب علشان يظهر في العالم، وإن الخطوة دي محتاجة إنه يزود عدد مصاص الدماء في العالم. وبيقول للوسي إنه ده بقى هنا علشان تساعده في المهمة دي. لا، أنا متأكد إن الكاهن هيجي للمكان ده علشان يقدر ينقذها، وإنه كمان هيقدر يستفيد منه. وبنشوف صديق لوسي هنا وهو زعلان لأن لو لوسي اتحولت لمصاص دماء قبل ما يوصلوا لها الكاهن هيقتلها، لكن بتواسيه كاهنة إنه لازم يفكر في إنقاذ العالم من مصاصين الدماء علشان ينقذوا البشرية منهم. وبدأوا يتحركوا ناحية المكان المفترض إن مصاص الدماء هيجوا من ناحيته، وبيوصلوا لخط السكة الحديد. وبنتفاجئ بصديق لوسي بيودي بندقيته ناحية الكاهن وبيقول له إنه هيقتله علشان حتى لو لوسي تحولت لمصاص دماء ما يقتلهاش. وبنتفاجئ لما بالليل الكاهن بيقول له إن لوسي تبقى بنت مش بنت أخوه، واللي محدش هيخاف عليها أكتر منه. وبينزل صديقها البندقية وبيشعر بالارتياح أكتر بعد ما عرف الحقيقة. وبنشوفهم بعد كده فوق القطر اللي فيه مصاص الدماء وبيحاولوا يركبوا فيه قنبلة علشان يتخلصوا منهم، لكن بنلاقي بلاك هات كمان معاهم فوق القطر. وهنا بنفهم المشهد اللي كان في بداية الفيلم لو تتذكروه، واللي بتظهر حقيقة بلاك هات وإن هو الكاهن اللي مات في أول الفيلم، وإنه ملقاش حد ينقذه، واللي كان كل الناس فاكرة إنه خلاص مات. لكن بنعرف إن مصاص الدماء نفسهم أنقذوه وحولوه هو كمان لمصاص دماء، فأصبح أقوى من الباقيين. وبتبدأ حرب شرسة بين بلاك هات والكاهن فوق القطر، وبيقدر بلاك هات إنه يوقع الكاهن على الأرض لأنه أقوى. وبتظهر مجموعة تانية بتهاجم الكاهنة وصديق لوسي، لكن بتقدر الكاهنة إنها تقتله. وبيضرب بلاك هات الكاهن مرة تانية علشان يوقعه جوه القطر، وبنشوف لوسي جوه القطر وماسكها مصاص دماء وبيحاول الكاهن إنه ينقذها. وكمان بتقدر لوسي إنها تحرق مصاص الدماء وبتقتله. وبيظهر بلاك هات وبتهاجمه لوسي بسكينة، لكن بيقدر ينقذ نفسه. وبيحاول الكاهن إنه يقتل بلاك هات، لكن بيهاجمه بلاك هات وبيضربه بالسكينة. وبيقدر بلاك هات إنه يهرب من المكان ومعاه لوسي، وبيطلعوا لفوق القطر. وبيحاول بلاك هات إنه يحول لوسي لمصاص دماء، لكن قبل ما يهبها بيظهر الكاهن وبيرمي بلاك هات بشفرة بتقتله. وبنشوف لوسي وهي بتفقد توازنها وبتقع من فوق القطر، لكن بيجري بسرعة ويلحقها الكاهن قبل ما تقع. بنشوف الكاهنة جاية من بعيد بأقصى سرعة بالدراجة البخارية على خط السكة الحديد، وبيصطدم القطر بالدراجة البخارية وبينفجر القطر علشان يموت كل مصاص الدماء اللي فيه. وبنشوف الكاهن وهو حاضن لوسي، وكمان بيطمن صديق لوسي عليها، وبيشيد الكاهن بدور الكاهنة في مساعدته علشان يتخلصوا من كل مصاص الدماء. وبكده يكونوا نجحوا في مهمتهم وكمان في قتل بلاك هات. وبنشوف الكاهن وهو داخل الكنيسة وبيقرب من الكاهن الأعظم وبيرمي رأس مصاص دماء قدامه على الأرض، وبيقول له إنه يقدر يتخلص من كل مصاصين الدماء. وبيستغرب إن الكاهن الأعظم لسه معتقد إن مصاصين الدماء مش مذنبين بعد ما كانوا بيخططوا علشان يتخلصوا من البشر. وبيحاول الكاهن الأعظم إنه يشرح للكاهن الحقيقة، لكن مش بيسمع له وبيقول له إنه ما بقاش عايز يقعد في المكان ده. وبيخرج وبنشوفه بيروح للكاهنة وبيقول لها إنهم هيكونوا فريق مع بعض علشان يصطادوا
كل مصاصي الدماء. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.